السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده حرفيا حل نهائي لمشكلة قطع الإنجليش، وإن شاء الله تقفلوها زي ما أنا قفلتها. وعلى فكرة، دي أسهل 16 درجة في الامتحان وما ينفعش يضيعوا من إيدك، لأنك أنت معاك الأسئلة وفي نفس الوقت معاك الإجابة، بس الفكرة إنك إزاي تطلعها صح. فبسم الله هقولكوا تتدربوا منين، وهقولكوا كمان إيه التكنيك اللي مشيت عليه في حل القطع طول فترة المراجعة. بس صلوا على النبي. اول حاجه مصدر الحل، وانا عملت مجهود جامد عشان اجمع لكم القطع دي وحطيتها في فولدر واحد، عشان عارفه انكم ما عندكوش وقت. هتلاقوها قطعه جميله ان شاء الله، وصعبه كده سنه بالتدريج، وقطع بجد مش زي القطع البسيطه اللي بتلاقوها موجوده في الكتب والتي لا تمت الامتحان بصله. فحملوا الملف، هتلاقوه في الوصف، والنصيحه اطبعوه عشان ما تكسلوش عن الحل، لان الحاجه لما بتبقى معاك مطبوعه تشتغل منها، لما تبقى معاك PDF او الكتروني خلاص انت مش هتبص فيه. واقعد ساعتين تلاتة كده كل اسبوع، درب نفسك على القطعة وما تركنوهاش للاخر عشان مش هيبقى لها وقت، وحرام تضيعوا الدرجات من ايدكم. النصايح اللي انا مشيت عليها بقى في حل القطع: اول حاجة، مفيش حاجة اسمها نحل بالبصمجة. انت كده مش بتحل، انت كده بتلزق، وهما مش بيجيبوا اسئلة تتلزق. فما تبصش للقطع اللي عندك في الكتاب، ده ثانوية عامة ونظام جديد كمان، يعني هتحل عدل بما يرضي الله يا ما تلومش الا نفسك. وعشان تحل بما يرضي الله لازم تعمل الآتي: أول حاجة هتقرأ القطعة 4 مرات، معاك وقت ما تخافش. أول مرة هتبقى تعرف على القطعة، تشوف الموضوع بيتكلم عن إيه، ثقافة، علوم، قصة، تاريخ. اعرف الأول بيتكلم عن إيه، وبعد كده تدخل في المود ودماغك تبقى عارفة هي بتشتغل فين بالظبط. القراءة التانية ودي بقى فك شفرات. يعني إيه؟ يعني أكيد في كلمات مش عارف معناها، فأنت قدامك يا بطل حاجة من اتنين: يا تخمنها من السياق وتحاول تجيب أقرب معنى ليها، يا على الأقل تعرف نوعها، تعرف لي مثلا هي اسم ولا فعل، طب صفة. ده هيفيدك قوي، على الأقل تبقى عارف انت بتتعامل مع ايه. طب القراءة التالتة دي عشان تعيش القطعة وتفهم كل كلمة فيها، عشان ساعة ما يجيلك سؤال لافف تعرف تجاوبه وانت مستريح، وتربط الأحداث أو الكلام ببعضه وتخليه منطقي في دماغك. مش أنا عاوز أحله وخلاص، لا، لازم تبقى فاهم كويس. اما القراءة الرابعة بقى دي زيادة تأكيد على القراءة التالتة عشان نبقى عملنا اللي علينا. بعد ما تقرأ انزل على الأسئلة، لو هي اختر، حذاري 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 تبص على الإجابات، بيبقوا حاطين إجابات خادعة، والتهور بقى وهي يلا يلا ده أنا لسه قارية فوق، بتقع زي الباشا. حضرتك عرفت السؤال وانت قريت القطعة المفروض 4 مرات، هتطلع انت عارف مكان الإجابة، تقراها تاني وتجاوب لوحدك ومن نفسك من غير ما تبص. وبعدين ابقى انزل شوف الاختيارات، عشان مش هتلاقيها كوبي وبيست ابدا. ده اللي انا اقصده. انت الاول جاوب من نفسك وبعدين شوف، عشان ايه؟ تتجنب اي حركة خداع بصري او خداع لغوي هم يحطوه. تالت حاجة، لو في حاجة مش عارفها الله يخليك ما تهبطش، ابدأ الأول استبعد، حاول تستبعد اتنين، وبعد كده تسمي الله وتبدأ تشغل دماغك والمنطق. إنما أنا مش عارفها يلا نهبدها وتطلع عشوائي، لا، حاول الأول تعمل كده. واخيرا بقى، اللي انا قلته ده ما يمنعش انك تسمع مدرس واتنين وتلاتة يعلموك تحل القطعة ازاي. انا عارفة ان الوقت ضيق، بس معلش يوم الجمعة كده اقعد ساعة ساعتين تتعلم فيهم ازاي تحل، في سبيل انك تخلص من الهم ده. وكل ما هتظبط فرع هتلاقي الدنيا ظبطت معاك في المادة كلها، ونفسيتك ابتدت تستريح. يلا بقى خد الملف من الوصف وابدأ اشتغل عشان ما عادش وقت. سلام عليكم.